السلام عليكم. الكوزيتيف فورم، لو انت من الناس اللي بتواجه صعوبة مع الكوزيتيف فورم فالفيديو ده ليك. وقبل ما تكمل فرجة هديك تعريف بسيط بنفسي. انا انس من بورسعيد، وبعد ما اتخرجت من كلية الألسن حصلت على 4 شهادات في اللغة الإنجليزية، واللي تهمك معرفتها هي شهادة التيسل، هي تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. ممكن شهادة الفونيتكس والفونولوجي كمان. يلا بينا نكمل. بالنسبة للكوزيتيف فورم فاحنا هنتعلم هو معناه بيعبر عن ايه، وتكوين الجملة بتاعه ازاي، وفيه كام فعل في الجملة. دلوقتي قبل ما نتعلم اي قاعدة في الانجليش محتاجين نعرف ايه المقابل ليها في العربي، يعني اعرف ايه المعنى اللي انا محتاج اعبر عنه بالعربي بس عايز اقوله بالانجليش. فمثلا انت دلوقتي الساعة بتاعتك واقفة، فهتروح لبتاع الساعة تصلحها، بس انا عايزك تقول لي لو انت مثلا قلت لصاحبك ان انت عملت ده، فانت هتقول له انا وديت الساعة للراجل يصلحها وصلحها، ولا هتقول له بكل بساطة انا صلحت الساعة؟ اعتقد ان معظمنا هيقول انا صلحت الساعة. طيب تعال نشوف كده المثال التاني. مثلا بالنسبة للولاد، العيد جاي وشعرك طويل، انت في الغالب هتقول انهي جملة في دول؟ انا عايز اروح للحلاق عشان يقص لي شعري، ولا انا عايز احلق؟ غالبا تاني واحدة، مش كده؟ طب شوف كده اخر مثال معايا. دلوقتي مثلا واحد راح يشتري عربية مستعملة، فاول حاجة هتتقال له شيك على العربية، بمعنى خد ميكانيكي معاك يشيك عليها عشان يتأكد انها تمام. فانت بعد ما تعمل كده وحد تاني يسألك، غالبا هتقول له ايه؟ انا خدت معايا ميكانيكي وهو شايك على العربية وكله تمام، ولا انا شيكت على العربية؟ بشكل كبير برضه هتقول الجملة التانية، انا شيكت على العربية، بس انا وانت عارفين ان مش انت اللي شيكت عليها بالمعنى الحرفي، وانما انا وانت برضه فاهمين ان انت جبت حد يشيك عليها. يعني من الاخر انت اللي كنت قائم على موضوع التشيك على العربية، وانت اللي جبت حد يقوم بالمهمه دي. فكده اللغه العربيه خلتك تقول جمله انا شيكت على العربيه، واللي قدامك هيفهم ان مش انت اللي عملت ده، وانما انت كنت بس مسؤول عن ده. وبرده الانجليش فيه كده، ونفس الكلام في الجمله الاولى والثانيه. انت لما قلت انا صلحت الساعه، ده مش معناه ان انت جيت بايدك وصلحت الازاز البايظ او شغلت العقارب الواقفه. ونفس الكلام في المثال الثاني لما انت قلت انا حلقت، انت حلقت لمين؟ لا انت ما حلقتش لحد، انت حلقت شعرك، بس انت حلقته لنفسك؟ لا، ده انت رحت لحد يحلقه لك، بس انت اللي قمت بالمبادره ورحت عند الحلاق يحلقه لك. فنفس الكلام في الانجليش عنده المساحه دي ان انت تقول جمله فيها انا، ولكن انا هبقى عارف ان مش انت اللي قمت بالموضوع وانما حد تاني. فمثلا لو انت عايز توصل معنى ان انت كنت مسؤول عن تصليح الساعه، فهل هتقول بالانجليش I fixed the watch؟ كده اللي قدامك هيفهم ان انت اللي صلحت، انت اللي فتحت الساعه وفكيتها وصلحتها بنفسك. طيب احنا عايزين نقول بالانجليش ان انا اللي كنت قائم على تصليح الساعه بنفس الضمير، انا صلحت. فهتبقى بدل I fixed the watch نقول I got the watch fixed. I got the watch fixed. انا صلحتها، بس مش انا اللي غيرت البطاريه ولا بدلت الازاز، بس انا صلحتها. طيب انت حلقت، فهل هتقول I cut ولا I got my hair cut؟ I got my hair cut. لو انت قلت I cut الناس هتفهم ان انت حلقت الحد. طب انت بالانجليش عايز توصل نفس المعنى بالعربي، انت قمت على عمليه الحلاقه بس مش انت اللي مسكت المكنه. I got my hair cut. انت حلقت بس مش انت اللي مسكت المكنه، بس انت حلقت. I got my hair cut. وفي اخر مثال انت عايز تقول ان انت صلحت العربيه، فهتقول I got the car checked. I got the car checked. فانت صلحتها بس مش انت اللي شيكت عليها بنفسك، ده انت جبت حد يتاكد من الموتور ويبص على العفشه من جوه وما الى ذلك، بس انت اللي شيكت عليها. I got the car checked. فبس هو ده الكوزيتيف فورم. انت محتاج تفهم ان بالعربي احنا عندنا المساحه بتاعت ان احنا نستخدم جمله فيها ضمير انا، ونعبر عن عملنا الشيء بشكل ضمني. يعني انا اشرفت على فعل الشيء ده، ولكن انا ما عملتوش حرفيا بنفسي. بالنسبه للجرامر بقى، انت خدت بالك من زمن الفعل هنا؟ يعني في الثلاث افعال دول cut وفيكست وتشيكت، لو انا سالتك هم حاجه من الاثنين، يا اما تصريف اول يا اما ثالث، انت هتقول لي ايه؟ اول حاجه هتبص كده فهتلاحظ ان كلهم زي بعض، بس بالنسبه لفيكست وتشيكت فالاثنين دول ما ينفعش غير ان هما يبقوا تصريف ثالث. وبالظبط كده فيكست وتشيكت وكت تصريف ثالث فعلا. الفعل الاساسي في نوع الجمله دي اللي بيبقى فيها فاعل واحد ومفعول واحد بيكون في التصريف الثالث. تعالوا نشوف كده امثله كمان. I got the bike repaired. I got the dishes washed. I got the laundry done. يبقى احنا كده عرفنا اهم معلومتين في الدرس، ان اسلوب الكوزيتيف فورم بيعبر عن اشرافنا على عمل شيء من غير ما ننجزه احنا بنفسنا، وان انا عندي في الجمله دي فعلين got، والفعل الاساسي بيبقى في التصريف الثالث. وطبعا الدرس لسه ما خلصش، انما هيبقى فيه فيديو تاني للتطبيق العملي على الدرس ده، هنجيب امثله اكتر وهنتعلم بنفسنا ازاي ننشئ جمل على القاعده دي.
وخليك واثق انك لو بدأت تكتب جمل بنفسك على القاعدة دي فانت اكيد لازم تحلها صح، بس بنفسك ما تجيبش حد يعملها لك. وبس كده. في الختام بنقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إليك.